السلام عليكم خوتي خواتاتي، مرحبا بكم فيديو جديد. اليوم جبت لكم واحد الخبر اللي هز مواقع التواصل الاجتماعي وخلى بزاف ديال الناس مصدومين، وهو خبر وفاة مصممة الازياء المغربيه بشرى المرزوقي المعروفه عند المغاربه بلقب مصممه الاختين، حيت كانت من اشهر المصممات اللي تعاملات مع الفنانه دنيا بطمه واختها ابتسام بطمه، وكانت كتبدع في القفطان المغربي والتكشيطه والجلابه وعبايات، وعمرها كانت كتسعى للشهرة، بل كانت كتخلي الخدمة ديالها هي اللي تهضر عليها. فالصدمة كانت كبيرة بعد ما اختفت بشرى المرزوقي بشكل مفاجئ وانقطعت أخبارها الأيام، الشيء اللي خلى العائلة ديالها تقلق عليها بزاف وتبدا تقلب عليها في كل بلاصة قبل ما يبلغوا السلطات المختصة اللي بدورها دخلات على الخط وبدات عمليات البحث. وبعد أيام من البحث جا خبر اللي ما كان حتى شي واحد بار يسمعو، بحيث تم العثور على بشرى المرزوقي جثة هامدة داخل الطوموبيل ديالها بمنطقة المنصورية. الخبر نزل كالصاعقة على العائلة والأصدقاء ديالها وكل الناس اللي كانوا كيعرفوها، وخلف حزن كبير وسط متابعيها وعلى مواقع التواصل الاجتماعي. وفور العثور عليها حضرت السلطات العين المكان وفتحت تحقيق باش تعرف جميع ظروف وملابسات هاد الوفاة، كما تقرر إخضاع الجثة للتشريح الطبي باش يتحدد السبب الحقيقي ديال الوفاة. ولا حدود اللحظة ما خرج حتى شي بلاغ رسمي كيأكد شنو وقع بالضبط، وهذا الشيء كيخلي جميع الأخبار والروايات اللي كيتداولوا في الانترنت مجرد تكهنات ما خصناش نتعاملوا معها على أنها حقائق. وفي نفس الوقت خرجوا بزاف ديال الناس كيهضروا على هاد القضية هادي، وكل واحد بدا كيطرح الأسئلة ديالو، خصوصا دات الأخبار اللي كانت كتقول أن الطوموبيل ديال الراحلة كانت واقفة في بلاصتها الأيام قبل ما يتم العثور عليها. فالناس قالوا أن إلا كانت مشرة طلقات داخل دارها ولا في دار شي صاحبتها، ولا حتى إلا كانت كارية شي شقة وبقات فيها بوحدها، يمكن الإنسان يفهم كيفاش تأخر اكتشاف الوفاة. ولكن اللي محيرهم هو كيفاش طوموبيل تبقى مركونة الأيام كاملة وبداخلها الجثة وما ينتبه ليها حتى شي واحد. وزادوا قالوا أن المنصورية معروفة بوجود الإقامات السكنية، وكاينين الحراس وكاينين السكان داخلين خارجين، وحتى إلا كان المكان هادئ فدائما كاين شي واحد كيدوز من تما. لذلك تسألوا كيفاش ما انتبه حتى شي واحد للطوموبيل، وكيفاش ما بلغ حتى شي واحد السلطات، حتى الناس اللي كيدوزوا كل نهار من نفس الطريق، ولا مول الحانوت ولا مول المقهى ولا الحراس ولا الناس اللي كيهزوا ولادهم من المدرسه، هادو كاملين ممكن ينتبهوا للطوموبيل اللي بقات ايام كامله في بلاصتها، خصوصا الا كان باين بلي داخلها ما كيتحركش. فكاينين حتى اللي قالوا ان البحث بشرى كان داير ضجه كبيره ومواصفات الطوموبيل ديالها كانت معروفه، وهادشي خلاهم يتساءلوا كيفاش ما تمش العثور عليها من قبل. ولكن خاصنا نأكدوا ان هذا الكلام كامل غير تساؤلات وآراء كيتداولوها الناس، وما كاين حتى شي دليل رسمي دابا كيأكد الحقيقه الكامله. فغادي نكشفوا هذا الشيء من بعد ان شاء الله، والسلطات الوحيده اللي غادي تعلن شنو وقع بالضبط. وفي الاخير ما يسعنا الا ندعيو الراحله بشرى المرزوقي بالرحمه والمغفره، ونسأل الله يوسع عليها في قبرها ويرزق عائلتها واحبابها الصبر والسلوان، وانا لله وانا اليه راجعون. فلا عجبكم الفيديو ما تنساوش ديروا اعجاب واشتراك للقناه وسبسكرايب، والى اللقاء في فيديو جديد ان شاء الله.